السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير عليكم. بتمنى أنكم تكونوا بألف صحة وسلامة. اليوم أكلتنا أكلة اسمها دوبو. بصراحة أنا ما بعرف هي شو أصلها، ولكن سته لجوزي أصلها من اليونان فكانت تطبخ لهم إياها. فعلى الأغلب هي الطبخة أصلها يوناني أو سرياني، لأني أنا دورت بصراحة كتير باليوتيوب أشوف إذا حدا غيرنا بيعملها، فلقيت بصراحة فيديو لصبية بتحكي عربي وسرياني من الجزيرة بسوريا، والنعم من كل أهل الجزيرة. بس كانت الصبية عم تطبخها بصراحة وبقطع لحمة كبيرة على نمط الروستو، فعلى الأغلب الأكلة سريانية. المقادير قدامكم، هي متألفة من قطع لحم كبيرة، لحم عجل، ملح وقرفة، 7 بهارات أو بهار حلو، توم مقشر حبة كاملة، ربة ندورة، وسمنة للتقلاية، وجنبها أكيد رز بشعرية. هاي المقادير قدامنا. قطع اللحمة أنا دائما بوزع عليها قطعة كبيرة، طبعا إذا كان مكبر لي إياها أكتر من العادة فأنا فيني أقسمها قطعتين. انتوا بتقدروا تتحكموا بحجم القطعة مثل ما بتحبوا. هون عنا اللحمة، راس أو راسين توم مقشر وبضل مثل ما هو حبة كاملة، خلطت معلقة ملح، معلقة قرفة، معلقة 7 بهارات أو بهارات حلو، خلطتهم مع بعض بتكفيني الكمية اللي عندي اللحمة. عاملة أنا كمية كبيرة لأنه مثل ما قلت لكم الأكلة اللي بدها شغل كتير، بكبر الطبخة وبحط منها بالفريزر وبنعملها بوقت تاني. هلأ هون مثل ما لكم شايفين بلشنا باللحمة. راح نقطعها هيك بالسكينة، نعمل فيها هيك ثقب، منحط شوية يعني معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة من الخلطة البهارات اللي عملناها، اللي هي الملح والقرفة والبهارات، ونحط سن توم كامل مثل ما هو. منحاول إنه يكون موقعه منيح لحتى ما يطلع برات اللحمة وقت التقلاية، وهن العادي لو طلعوا يعني هن رح يكونوا بقلب المرقة، فعادي يعني ما تتضايقوا إذا طلع سن التوم برات اللحمة. وهي لا عم بعمل قدامكم كذا قطعة. منحاول إنه نضغط عليها منيح لقطعة اللحمة، أو يعني الثقب تبع السكينة منحاول نغمقه لحتى نقدر إنه نحنا يعني التومة لما بدها تتقلى اللحمة وتكش إنه ما تطلع التومة منها. فهي هون هلأ أنا مثل ما ملاحظين قطعة اللحمة كبيرة لقيتها عندي، يعني حتى اللي بده ياكل بلاقيها كبيرة، يعني ممكن بيقول لك لا أنا باكل قطعتين مثلا أحسن ما آكل قطعة كبيرة، لا لقيتها كبيرة. فلسه شوفوا الثقب لسه وصلان لجوات اللحمة. برجع بعملها مرة تانية بالسكينة، وبرد بحط لها بهارات وبحط لها سن لحمة، هيك صارت القطعة عندي الكبيرة قطعتين. يعني هيك الواحد بيرتاح فيها حتى أكتر بالأكل. هون حطيتهم بالطنجرة. هو الأصل أنا كنت لازم بحط سمنة قبل، حميها شوي ونزل عليها اللحمة، بس عادي ما في مشكلة. حطيت التومات البقيانين وحطيت البهارات البقيانين كمان عندي بالصحن، أكيد ما رح كبهم يعني، لا بينحطوا بالطبخة لأني نفس الطعمة يعني بياخدوا كلهم من بعض. عندي سمنة بحطها وبكون شاعلة الغاز أنا يعني فورا مشان تدوب السمنة وتاخد مع اللحمة. بضلني بقليها لحتى تاخد لون بني. هون مثل ما لكم شايفين أنا كنت مغطيتها للحمة وتاركتها تستوي تقريبا بحدود النص ساعة، يعني تاركتها على نار ضعيفة نص ساعة مغطاية. خلص هون أوكي تقلت اللحمة وصلت التقلاية لجواتها منيح. فأنا عم شيل طبخة، يعني أنا عم شيل بحط بطنجرة تانية بتركها لتبرد وبضبها بالفريزر. فبشيل الطبخة وبعدين بضيف لها مي سخنة عم تغلي، بضيف لها للحمة وبتركها ساعة، ساعة ونص، ساعتين على نار هادية لحتى لاقيها اللحمة دابت.
بعد ما شفت للحمة هون إنه صارت خلص أمورها تمام وطرية، بضيف رب البندورة. رب البندورة ليش ما بضيفه أنا من الأول لما أطبخها؟ لأنه بتكز اللحمة فما بتعود بتستوي معي، لا بخليها أنا بالمي اللي حطيتها السخنة، بتركها تكتك على مهلة ساعة ساعة ونص اللي هو لحتى أنا أشوفها خلص اللحمة طريت، بقدر أنا أقطعها يعني خلص تتاكل. بس بضيف رب البندورة معلقتين أو 3 كبار على هوا. رب البندورة عندي كيف بمد يعني كيف هو سميك هو خفيف على هوا. طبخت جنبها رز بشعرية، وهي هلأ هون عندي صارت تقريبا الطبخة جاهزة. يلا الحقونا على التقديم. وهي أحلى صحن دوب ورز بشعرية انطبخ ورح ينطبخ. أكلة عن جد كتير كتير طيبة وغريبة، غريبة على مجتمعنا بصراحة، يعني ما حدا كتير بيعرفها. يعني قولي لهم دوبو بقلك إنه شو هي. فكتير غريبة، بحس بس بيت يعني بيت أهله لجوزي هن بيعرفوها أكتر بحكم الأم، يعني إنه كانت تطبخها الله يرحمها. ف عنا هي اليوم الطبخة، طبختنا كتير طيبة. طبعا بيتاكل حصرا جنبها بصل أخضر، وبتذكر إنه بيعملوا كمان جنبها سلطة خس مع بندورة وحامض ليمون. فأكلة فعلا معتبرة، طعمة القرفة طعمة البهارات طعمة كتير كتير واضحة ومزكيتها كتير للأكلة. انتبهوا هلأ لتقطيعة اللحمة قديش طرية دايبة، وعلى فكرة لسه إذا بتنطبخ بطنجرة البخار لسه أطيب فعلا بتدوب. ما حدا بيحزر عليها إنه هي لحمة عجل. لحمة العجل معروفة ما بتدوب مثل لحمة الخروف يعني. فلا هي الأكلة وبتاخد ترى وقت على النار عادي، وكل ما أخذت وقت كل ما بتتزكى أكتر وكل ما بتدوب وبتروح نيفة يعني. التوم شوفوا كيف دايب بصراحة، بتحسون خاعات التوم. الأكلة كتير كتير طيبة، بتمنى منكم إنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات إذا حبيتوا اليوم طبختنا أو لا. وبشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. اليوم خلص الفيديو تبعنا وخلصت الطبخة تبعنا، إن شاء الله يكون عجبكم. بتمنى لكم كل الخير، وأنا بتمنى منكم الدعم واللايك والشير وما تبخلوا علينا. شكرا كتير لكم، وبشوفكم بفيديوهات جديدة بأمان الله.